هو فعلا مصر بتبيع مدينة راس الحكمة. أبيع أرض الوطن دي أقولها لما دولة تقرر إخراج مكان معين أو منطقة معينة من سيادتها لسيادة دولة تانية، زي مثلا لما الإمبراطورية الروسية باعت ولاية ألاسكا لأمريكا سنة 1867، ودلوقتي ولاية ألاسكا تابعة للدولة الأمريكية وكمان بيحكمها القانون الأمريكي. لكن الحكومة المصرية بتعمله دلوقتي هو ببساطة شديدة إنها حاطة مخطط للتنمية في مصر وشغالة عليه بقالها فترة، واللي من ضمن أهدافه إنشاء مدن جديدة وتطويرها عن طريق تشجيع الاستثمار فيها، زي ما شفنا في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن الجديدة اللي بتطلع كل يوم. وهنا بقى نرجع لسؤالنا تاني، هو إيه بالظبط اللي بيحصل في مدينة راس الحكمة؟ الموضوع ببساطة إن الدولة طرحتها للاستثمار وللمستثمرين لتطويرها، زي ما طرحت قبل كده الجونة لآل ساويرس اللي بدأوا يستثمروا ويطوروا فيها، زي مجموعة الخرافي لما بدأت تستثمر وتطور في مرسى علم في بداية التسعينات. طب كده بقى نقدر نقول إن الجونة ومرسى علم مش مدن مصرية؟ طبعا لا، لأن بيحكمها القانون المصري وتابعة للسيادة المصرية. وسمعنا الفترة اللي فاتت عن مجموعة من المستثمرين سواء المصريين زي المهندس هشام طلعت مصطفى ورجال الأعمال نجيب وسميح ساويرس والمهندس سمير علام ورجل الأعمال محمود الجمال، هيتحالفوا مع مستثمرين اجانب زي جوجل وامازون ورجل الاعمال محمد العبار المالك لشركه اعمار. والتحالف ده الهدف منه رصد مبلغ كبير جدا لتطوير مدينه راس الحكمه عشان تكون واجهه سياحيه للعالم كله الفتره اللي جايه، واللي بالتبعيه هتاثر بالايجاب على الاقتصاد المصري وهتوفر فرص عمل كتير للشباب وكمان هتساعد في حل ازمه الدولار. وعموما الاتفاق بين المستثمرين والدوله لسه ما تمش بشكل رسمي ولا تم الاعلان عنه، بس هو في رتوشه الاخيره. طبعا مش محتاج اقول لك ان الاتفاق اول ما يتم اسعار العقارات في مصر بشكل عام وبالتحديد في الساحل بشكل خاص هتروح في حته ثانيه خالص. واللي احب اكده لك في الاخر ان راس الحكمه مدينه مصريه 100%.